السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غنديروا هاد الغريبه ديال الكركاع والزبيب، كتجي معلكه فنه غزاله. ما نشكرهاش ليكم البنات، تنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا، راه كتجي غزاله رائعه. الوصفه سهله والطريقه بالتفصيل مع كاع الاسرار باش تنجح معكم. غتلقاوها في لا فيديو. وعواشا مبروكه. بسم الله البنات، نبداو الوصفه. عندي هنايا 100 غرام ديال الزبده بوماد. الوصفه بالنسبه لهاد الحلوه ديال الخليط فهي معروفه كيف قلت لكم، كلشي تيديرها في الشمال في بارتو. عندي نورمالمون هاد الوصفه فيها 140 غرام ديال السكر سنيده، انا فقط درت هنا 80 غرام. غادي نخلط السكر مع الزبده صافي. نقدروا نخلطوا باليدين ديالنا. انا درت الكون لحقاش مجروحه، ما نورمالمون انا ما تنخدمش كاع بالكون، تعجبني نخدم، كيعجبني نقيس لا ماتيير اللي كنخدم. صافي كنخلطوا هكا. كنديروا الزيت. غادي نحط لكم المقادير في صندوق الوصف. هاد الوصفه البنات كتجي غزاله وزعما زوينه، المقادير ديالها زوينين، سورتو الا خدمناها بالزبده حيوانيه، زبده تكون من نوعيه ممتازه. هنا عندي الزبيب اللي قطعت هكا رقيق بزاف، حتى بحال غادي نطحنوه، حتى هو غادي نخلطوه من الاول. هي ما فيهاش المقادير بزاف، ولكن قد ما درنا ليها مثلا الكركاع اللوز هذا قد ما كتجي زوينه. انا ما كنديرش فيها الجنجلان. الكركاع كيجيني جنجلان كي ما عرفتش، المهم ما كيجيش زوين فيها. كاين حوايج اللي كيجي فيهم الزنجلان زوين، مي هذه كنبغيها تبقى هكا على الطيبه ديال الكركاع واللوز. اللي بغى يدير الفاني يديرها، اللي بغى يدير الطريقه ديال القرفه يديرها. انا كنخليها على الطيبه ديال الزبده باش كتجي بنينه. اللوز وغادي نزيد واحد القبيصه ديال الملحه، نسيت ما درتهاش. كنزيدوا الدقيق. بالنسبه للدقيق عندي 500 غرام هنايا، وغادي نشوف هي الاكثريه تتهز هاد المقادير اللي غادي نعطيكم، تيهزوا 500 غرام ديال الدقيق وواحد الخماره ديال 7 غرام. تقدر تزيد لكم يعني تقدر تهز لكم قل اولا تهز لكم اكثر على حسب النوعيه ديال الدقيق وعلى حسب الزبده اللي مستعملين. صافي غادي نزيد هنايا بشويه بشويه ونجمع الحلوه ديالي. ساهله البنات هاد الحلوه، ما كتطلبش بزاف ديال المقادير، وما كندلكوها ما حتى شي حاجه، غير كنبقاو نجمعوا بحال هكا بشويه بشويه حتى كيتجمع لينا الخليط. صافي هنا البنات كملتها في الجميع، فقط كنجمعوا كيف شفتوا في لا فيديو. صافي في التالي كتبان لينا بحال هكا ولات، وكنقيسوها باليد الثانيه اللي ما كانتش في العجينه، كتبان لينا كتجمع. يعني الا كورناها بحال الشكل ديال بحال اللي كنخدموا البهله، فوالا الا كورناها كتجينا بحال هكا. صافي غادي نخليها ترتاح واحد شويه، واحد ربع ساعه. دائما بحال هاد الحويجات اللي فيهم الزبده وفيهم هكا النوا بحال البهله، المهم غريبات ديالنا كاملين ديال المغرب كنخليوهم يرتاحوا واحد شي شويه، عاد ندوزو نخدموا فيهم. فوالا البنات بحال هكا. هنا البنات انا بديت كنخدمها. اللي ما عندهاش العبار في يديها اولا اللي ما فيها ما يعبر في الميزان، فكتحاول تاخذ غير بهذا السكوب ديال الكلاص وكتخدم. انا كنقص منها شويه، كنديرها هنايا على 22 غرام من العبار اللي كندير فيها انا. بالنسبه للبنات اللي كيبغيو يديروها صغر يقدروا يديروها صغر، حيت هي عاد كتنقش من الفوق ولا كيدوز فيها الطابع، يعني باقا غادي وفيها الخماره وفيها الزبده، يعني عاد غادي تزيد تكبر. 22 صافي. هذه جات شويه صغيره، نزيد في واحد الطريف هكا صافي. ونكمل الحليوه ديالي. هذا كيسهل الصراحه، هذا مهم كاع الغريبات، مهم كيهز لك القياس اللي غتخدمي به. وغادي نحاولوا فاش نكونوا غادي نهزوا، حيت هي فيها الزبده، غادي نحاولوا نعاودوا نجمعوها في يدينا بحال هكا. يعني ملي كنديروا هكا راه كتبقى تفرتت،
غنحاولوا نشدوها. شتي البنات الا جينا نكوروها هكا ما غتكورش لينا. ها خصنا نعاودوا ندلكوها شويه بين يدينا بحال شغل الغريبه وصافي بحال البهله صافي. وعاد باش كنجمعوها عاد كتجمع لينا صافي ونحطوها هنا. نديروها شويه مبعده حيت ضروري ما كتكبر في الفران بحال هكا. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نكمل الطاوه ديالي. انا ما كنديرش كميات كثيره ديال الحلوه، كندير القياس اللي غادي ناكلو داك النهار د العيد ونهار الثاني عيد وصافي. يعني ما كنبغيش ندير كميه كبيره، داكشي باش كنعطيكم القياسات صغار. اما اللي بغات الكميه كبيره راه الدوبل كلشي، الدوبل الزبده، الدوبل الطحين، لي زانغريديون كاملين، راه غتحصل على كميه كبيره. انا تنخدم قياس طبسيل ديال اولا 2 بلاطوات ولا هكا صافي. فوالا صافي نكمل انا حتى نسالي الحلوه ديالي. هنا البنات خرجت معايا تقريبا واحد 40 حبه ديال 20 غرام حتى 22 غرام. انا كنزوقها غير بهذا الطابع تقليدي. بغيتو تخليوها هكاك خليوها، هي ما كتحتاجش يعني شي طابع سبيسيال ولا كيف ما درتو ليها مزيانه، كتبقى غريبه تقليديه صافي. غادي نكمل انا هاد الطاوه. بالنسبه للفران انا درتو كيسخن على 200 درجه. منين غادي نحط فيه الغريبه غادي نهبطها ل 150 درجه. كتبغي هاد الغريبه طيب على خاطرها، حيت هادوك المكسرات اللي فيها حتى حاجه ما محمره، لا الكركاع لا اللوز، فمن الاحسن انها تاخذ حقها في الطياب باش طيب من برا ومن الداخل، والمكسرات يجيو كروستيون ويجيو رطبين زعما مقرملين ما ديوش عليا الصيام صافي. كنكمل هكا الحلوه ديالي غير بشويه حيت فيها هي كميه كبيره ديال المكسرات. الا وركتو بالجهد اولا راه تينزلوا المكسرات كيتهرسوا. فوالا صافي غادي نكمل. هنا الطابع كتقدروا ديروه في الطحين بحال اللي كندير ليه انا، وعاد كنطبع ماشي مشكل. واخا يبان لكم الطحين فيها من الفوق فهي عاد غادي تدوز في السكر كلاصي. غادي نغبروها بالسكر كلاصي من الفوق. اللي بغى ايفيتي لو سكر يخليها كما هي. فوالا وكنمشي معاها هكا بشويه بشويه. كيف كتشوفوا البنات هذا هو التحمار ديالها. خصها تكون بحال هكا. هي كيف تبان لكم الطاوه كامله لون واحد. السر في التحميره هكا كتكون لون واحد هو الفران ما خصوش يكون عافيه كثيره. 140 150 درجه صافي باش كنطيبوا البهله اولا غريبات بصفه عامه. هنا كتشوفوها كيفاش انا قصتها هنا غير بصباعي فاش كنت غنجبدها من الفران، فهي دغيا الي سونسيبل بزاف هاد البهله هادي اولا هاد الغريبه هادي. خليوها حتى تشد راسها مزيان عاد حيدوها من الطاوه. النتيجه البنات ديال الحلوه كتجي غزاله رائعه. وحده خليتها هكا طبيعيه كيف كتشوفوا هكا كتجي زوينه بزاف وهشيشه وقاطه في راسها في نفس الوقت. وهذه درتها في السكر كلاصي. ومع نهايه الفيديو البنات كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد مره اخرى، والى كتب ان شاء الله نعاودوا حليوات اخرين. السلام عليكم.